لأن هؤلاء يا دكتور يفرض عليهم التقليد مثل ما أنت عارف لو وجد بعض الحالات الفردية. سأقول لك أمر يعني صدق. قضية أنه منهج منعدم غير كونه مستحيل. اي نعم يعني في صدق. فرق بين الكلمتين. يعني أنا عندما تقول والله هذا المنهج منعدم عند الشيعة غير قضية أن تقول هذا المنهج مستحيل. المنهج منعدم إن شاء الله يوجد، يعني يحيى من جديد، لا سيما أن في أدبيات الشيعة أمور تخالف هذا المنهج، بل في أصول الشيعة أمور تخالف هذا المنهج الذي تقول أنت أنه منعدم. يعني مثلا الشيعة عندهم التقليد في العقائد حرام. التقليد في العقائد حرام، معناه أن كل شخص من الشيعة يجب عليه أن يجتهد في عقيدته. هذه القضية، هذا باب ممتاز جدا للشيعة لأن يفكروا تأصيلا بأنفسهم. صحيح أنه الآن غير موجود يعني أو ليس موجودا بكثرة، لكن عندما نقول أنه مستحيل فنحن نوصد الباب أمام الشيعة أن يعودوا إلى الاجتهاد. نقول أنه منعدم وينبغي يا معاشر الشيعة أن تعودوا إلى أصولكم وتعرفوا أن التقليد عندكم حرام في العقائد، فينبغي أن تعودوا وتجتهدوا. عند ذلك هم سيسمعون لك بإصرار أكثر، لأنه يعتقد أنه عندما يستمع إليك ويدخل إلى غرفتك فإنما هو يعمل بعمل شرعي وهو الاجتهاد، فهو يجتهد لأنه هو مطالب شرعا بالاجتهاد. فنحن نحثهم على الاجتهاد في العقائد كما هو أصل مذهبهم. فأقول إن هناك في أدبيات الشيعة ما يشجعنا أو يدعونا أن ندعو الشيعة إلى هذا، لكن نقول لهم هذا الأمر. هذا ما نرجوه رغم أني على موقفي. لأن التراث الشيعي لا سيما قبل القرن الرابع، التراث الشيعي لا سيما قبل القرن الرابع، يعني بعد وفاة جميع الأئمة الاثنى عشر، التراث الشيعي يعني حقيقة يدعو للتقارب. التراث الشيعي لا سيما الاثنى عشري، فالتراث قبل القرن الرابع كانت القباب محرم البناء عليها كانت تبنى للأسف، كانت القباب تبنى عند السنة وهي حرام عند الشيعة، يعني عكس ما هو عليه الآن. كان كتب الشيعة كلها تحرم بناء القباب على القبور وتحرم الطواف على القبور، وإن كانت يعني تجيز التوسل كانت تحرم هذا البناء، فكان محرما عند الشيعة وجائز وهو ليس جائز، يعني كان مشاهد عند السنة هناك تبرك وبناء على القبور، مع أن الشيعة كانوا يحرمونه في ذلك الوقت. لماذا لا يعود الشيعة إلى تراثهم ذلك فيرجعوا إليه، يعني بدل أن يسيروا الآن مع هذه المبتدعات التي فليتفقوا معنا في هذه القضية على الأقل، يعني يعودوا إلى تراثهم القديم كما عاد الشيخ علي الأمين. أنا أعتقد أن الشيخ علي الأمين عاد بالتشيع وعاد في تشيعه إلى ما قبل القرن الرابع. في الحقيقة هو لم يترك التشيع لكن عاد به إلى ما قبل القرن الرابع، وهي دعوة يفترض أن تكون موجودة بيننا لإخواننا الشيعة، لأنهم لو عادوا إلى ما قبل القرن الرابع في حقيقة الأمر، لو عادوا إلى تراث الشيعة فيما قبل القرن الرابع لارتحنا من أشياء كثيرة جدا. صحيح أننا لن نتفق معهم، بيننا وبينهم مخالفات وخلافيات كثيرة، لكن كثير من الأشياء التي تباعد بيننا وبينهم في هذا الوقت سوف تنكمش لعودتهم إلى أصول تشيعهم وابتعادهم عن البدع التي أحدثت فيما بعد القرن الرابع. تفضل أخي كريم. ما الذي حرفهم تتوقع دكتور؟ لا يعني هذا يحتاج دراسة تاريخية، يعني بشكل عام يعني سريع. لكن على كل حال هو صاحب البدعة دائما الذي يستحل الابتداع، لا يبقى في مأمن من الغواية. لأن الابتداع عندهم أصلا يعني لم يكن هناك بأس به، يعني لم يكن هناك تحذير كبير جدا من الابتداع، ولم يكن هناك منهج كامل أو قوي يلغي الابتداع كما حرص عليه السلفيون من أهل السنة. هذا عدم وجود هذا المنهج جعلهم كل يوم تنمو العقيدة، كل يوم تنمو العقيدة نموا جديدا، كل يوم تنمو نموا جديدا، وهكذا كما عند الصوفية السنة. يعني تجد أن فكرة الابتداع عندهم عدم وقوفهم موقفا قويا جدا من الابتداع جعلهم يذهبون مذاهب عظيمة جدا من الحلول والاتحاد، وهي أشياء كفرية لا شك فيها. حتى الشيعة يكفرون الصوفية، يعني هذا يعني معلومية الجميع أن الشيعة يكفرون الصوفية لقول الصوفية بالحلول والاتحاد. يعني وهناك كتاب العاملي اسمه التحفة الاثنى عشرية في تكفير الصوفية، كما لم أكن يعني واهما، هذا هو العنوان، التحفة الاثنى عشرية في تكفير الصوفية. هم يكفرون الصوفية لأجل ما عليه الصوفية من الحلول والاتحاد، أو القول بالحلول والاتحاد والذوبان في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني لا يقول به يعني ظاهر مذهب الشيعة الاثنى عشرية، وإن كان هناك صوفية اثنى عشريون يقولون بهذا الأمر، وذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه الصوفية ممن كانوا من أهل السنة وممن مناهجهم تلقي مناهج أهل السنة، وذهبوا أبعد كالعلي إلهية، هم صوفية ومكفرون حتى عند الشيعة. تفضل أخي كريم. طيب دكتور جزاك الله خير على هذا الوقت.
نبي نختم معك دكتور، لكن فقط عندي بعض الأسئلة من بعض الأخوة الكرام التي وصلتني. الأخ أبو عبد الله بن دبي يسأل دكتور، يقول كيف ظل استخدامهم للتقية أو التقية؟ تفضل دكتور. هذا الكلام الذي نحن نقول ابتعدوا عن التقية. يعني هذا الكلام الذي الآن قبل قليل أذكره، قضية عندما قلت أن الشيخ حسن الصفار يذكر أن تراثهم الشيعي لا يوجد فيه كذا ولا يوجد فيه كذا. هذا هو عبارة عن نفي عبارة عن تحذير من التقية. وأقول فعلا يعني إذا من كان صادقا من الشيعة فليبتعد عن التقية. يعني يذكر لي الأحاديث التي فيها قتل أهل السنة، ويقول هذه الحديث أعوذ بالله أبرأ منها، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. أما أن يدخل ويؤولها ويتأولها، يعني كلام الخميني كلام خطير يا أخي، لا يجعلنا نثق بأي شيعي يعني يقدر الخميني. يعني كلام الخميني أنا قرأته، ما أدري إذا كان في أحد يستحضره من الإخوة، يبدأ كذا: غيرنا ليسوا بإخواننا. نعم، غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كان مذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكروا مساوئهم. وقال هذا في المكاسب المحرمة، كتاب المكاسب المحرمة. يعني هذا الكلام من يقلد الشيخ الخميني، من كان يقلد الخميني وقلد بعده الخامنئي أو قلد غيرهم، كيف الآن يعني نثق به وهو عندما يقرأ عليه هذا القول يقول والله الخميني قال هذا الكلام قديما، ويبين لنا يقول الخميني تراجع عنه وتراجع عنه في الكتاب الفلاني، وقال قولي في الصفحة الفلانية كذب أو خطأ، أو أنه يقول لا الخميني أخطأ في هذه القضية والخميني مردود. دكتور، فممكن إذا ترك التقية يعني يجدون لها تأويل لغوي قد يكون. وأنا أقول لهم لا بأس، يعني خذوا بهذا القول من جعفر الصادق وقولوا التقية ديني ودين آبائي، بمعنى أنها مكمل من مكملات الدين، أو هي من الأمور التي يظهر بها الدين عندما يصبح هناك جوائح، يعني مثل ما أصاب المسلمون في الأندلس من الكفار النصارى. عمل المسلمون كلهم بالتقية، وكانت هذه التقية هي التي حافظت على الدين. لكن أن تكون التقية مع السنة ومع من نريد أن نتعايش معهم، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هو المنهج الصائب. تفضل أخي. طيب، الأخ لا فتى إلا أنا يسأل دكتور، يقول يعني لماذا لا يكون لعلماء أهل السنة في المملكة العربية السعودية طبعا موقف، أو أنه هل لهم موقف يعني من هذه الهجمة الصفوية؟ يعني أتوقع أقصد موقف منظم من الهجمة الصفوية التي تستهدف يعني الأمن وغيره في البلاد. تفضل دكتور. يعني ما معنى كلمة موقف منظم؟ حتى كلمة موقف منظم تحتاج إلى شرح. يعني هم لهم موقف. لا أعتقد أن هناك عالم من علماء المملكة العربية السعودية إلا وقد وصل إلى ولي الأمر وبين له بعض الحقائق ونصحه. أشياء كثيرة جدا حاصلة من العلماء. فأعتقد أن موقفهم سواء المكتوب أو المقروء واضح، بل المشكلة عندنا في أن مواقفهم صريحة أكثر مما ينبغي، أكثر مما يحتمله السياسي. يعني السياسي أحيانا لا يحتمل الصراحة التي يأتي بها الشرعي. فمواقف العلماء وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية صريحة بشكل أكبر مما يحتمله السياسي، لدرجة أنها أوقعت كثير من العلماء وطلاب العلم في أشياء كثيرة من الحرج. تفضل أخي. جزاك الله خير يا دكتور، وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. والأخوان يقولون يعني كرر هذه الزيارة في هذه الغرفة الطيبة المباركة. الله يوفقكم. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اخوان الكرام، جزاه الله خير الدكتور أن أعطانا هذا الوقت من وقته وهذا الجهد لتوضيح بعض الإشكالات أو المداخلة التي ما اكتملت حقيقة في برنامج البيان التالي الذي عرض قبل قليل في قناة الدليل.